العراق والأردن. وين؟ ملعب البصرة الدولي اللي هسه اسمه قراجة حويدر. انتم يا المنتخب الأردني ويا الجمهور الأردني ديروا بالكم تستفزون المنتخب العراقي والجمهور العراقي بحركات سلبية ومو حلوة، وخاصة المنتخب إذا قولتوا ديروا بالكم لأن مو حلو بحقكم. والجمهور الأردني إذا سمعت هتافات باسم أهل البيت، باسم الإمام علي عليه السلام، باسم السيد علي السيستاني، باسم غير شيء، دير بالك تعترض ودير بالك تستفز هذا الجمهور، لأن المباراة ثار ولا تقول مو ثار. انت فزت علينا بكأس آسيا بقطر واحنا منتظرينك تجي للبصرة حتى نعرف شلون ناخذ ثارنا. واذا بيك خير يا الأردني لا تستفز جمهور العراق، بيك خير العب بقراج حويدر، لأن تدري بقراج حويدر اي دولة طب بقراج حويدر ما تطلع منها سلامات. عرفت شلون؟ فجمهور العراقي مو هين، مو عبالك جمهور قطري او جمهور اماراتي، لا جمهور عراقي. وين؟ بقراج حويدر. انت ما تعرف قراج حويدر، اول مرة راح تطب له، ومن الطب له راح تشوف شنو قيمة كرة القدم وراح تشوف شنو قيمة الشعب العراقي. فإياك وإياك وإياك تستفز هذا الجمهور. إذا استفزت هذا الجمهور احتمال راح يرجع الحظر على الملاعب العراقية بسبب ارتكاب جريمة بحقك، فدير بالك. والعراق إذا وصلت الغيرة لحدها ما اعترف بطوبة، عرفت شلون؟ ولا اعترف بفيفا، عادي خل ننحضر على ملاعبنا عادي، بس لا تستفز. تدخل للعراق معزز مكرم محترم نقدرك ونخليك على رؤوسنا، وتطلع من العراق سالم نفس الشيء مكرم معزز، تطلع من العراق ونضيفك احسن ضيافة. بس انا قلت لك وانصحك مرة ثانية، اياك واياك الاستفزاز بالشعب العراقي وبالجمهور العراقي.